الحقيقة السؤال الخاص هل هناك احتمالات أو هناك أمل في توحد أحزاب المعارضة في مصر؟ أنا الحقيقة بعتقد أنه لا أمل في مصر إلا بتوحد المعارضة في اتجاه واحد وموقف واحد للخلاص من هذه الأزمة الديمقراطية التي نعيشها، وتوحيد مواقفها على ثوابت محددة تبدأ من وضع دستور جديد للبلاد ومرحلة انتقالية وتنقية القوانين المتعلقة بالحريات والانتخابات وغيرها من القوانين التي تعوق الحياة الديمقراطية في مصر منذ سنوات. ولا أمل إلا بتوحد كل القوى الوطنية لإنهاء هذه المرحلة السيئة في حياتنا. آليات هذا، هناك آليات ونحن بنسعى مع إخواننا في الأحزاب الأخرى وفي القوى السياسية الأخرى الحية والفاعلة أن يكون هناك تنسيق، وإن بدا في البداية في قضايا تبدو صغيرة أو قضايا محددة، لكن هذا التنسيق نبني عليه أمال أكبر لتوحيد مواقف المعارضة في قضايا أهم وأوسع في المرحلة المقبلة. لن تكون زيارة للإدارة الأمريكية، ولن ألتقي بأي مسؤول في الإدارة الأمريكية، وامتنعت عن هذا. أنا لقاءاتي مع ممثلي الشعوب أي أعضاء البرلمانات، لقاءاتي مع المصريين في الخارج اللي هم 7 مليون مصري والحقيقة مهملين ولا أحد يلتقي بهم. يعني مهما اشتدت هذه الانتقادات احنا الحقيقة مش بنسافر أمريكا، يعني مش عايز أقول أمثلة، ويكشف عن سفرنا بعد عودتنا ونلتقي بالمخابرات ومش عارف فين وفين. هذا الكلام مرفوض بالنسبة لنا. أنا جدولي واضح جدا، أنا بلتقي بمصريين في 3 مؤتمرات فيهم مصريين، بعضهم بآلاف الحضور بالآلاف، نحجز لها قاعات في 3 ولايات. هذه همي الأول. همي الثاني سألتقي ببعض زملائي البرلمانيين إذا سمحت مدة الزيارة. عندي زيارة أخرى لكندا، المصريين في كندا، عندي زيارة أخرى للمصريين في الخليج في انتظار ترتيبها، وده يأتي كمان في إطار حملة طرق الأبواب التي نطرق فيها أبواب المصريين في الداخل وفي الخارج. احنا عندنا 7 مليون مصري من خيرة شبابنا ومن خيرة مثقفينا ومن خيرة طيب، وماذا عن لقائكم بأعضاء في الكونغرس الأمريكي؟ المهمة؟ ما الهدف منها دكتور أيمن؟ والله أنا يعني عشت 10 سنوات برلماني، وكنت عضو في البرلمان الدولي، وكان لي كثير من الاتصالات بممثلي الشعوب، وأنا لا أجد حرجا أبدا من الالتقاء بممثلي الشعوب، لكني لا ألتقي بممثلي إدارات أو حكومات. وأنا الحقيقة عارف معنى ده سياسيا بالنسبة لي إيه، وأنا أستطيع أن أدافع عن وجهة نظري وأشرحها بوضوح إذا كان وقت البرنامج يتسع لده، وإن كان أعتقد أن هي ليست هي القضية الرئيسية الآن. عايز أعود للإجابة في السؤال الثاني اللي هو الخاص بالخطوات التي سأتخذها للمشاركة أو للتخلص من بعض العقبات القانونية. هو الحقيقة حضرتك قلت في مقدمة البرنامج أن هناك عقبات دستورية. لا بالعكس، أنا عندي حقوق دستورية تتعارض مع بعض العقبات التي تريد السلطة أن تضعها في طريق ترشيحي في الانتخابات الرئاسية القادمة. لدينا إجراءات قانونية واضحة جدا، لدينا مفاجآت واضحة جدا، أو هي مش واضحة حتى الآن لكنها محسومة النتيجة، ولدينا أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا، ولدينا ما سنستطيع من خلاله أن نتجاوز هذه العقبة. يقولوا ما يقولوا، الحقيقة مش هنعلق. إذا كان ده بيطمنهم فأنا بقول لهم اطمئنوا، لكن احنا عندنا معركة وسنخوضها إذا ما قرر حزب الغد ترشيحي في الانتخابات القادمة. عندي يقين في الله سبحانه وتعالى أولا، وعندي يقين في ثقة الناس في الشارع المصري، وعندي يقين في حب ودفء الناس الذي يعني يحوطوني به في كل مكان وفي كل موقع نتجه إليه في حملتنا لطرق الأبواب، اللي هي جزء من حملة الترويج للتغيير وليست حملة رئاسية. عندنا ثقة أن الله سبحانه وتعالى سينصر من ظلم، ومن ظلم بكل أشكال الظلم والاستمرار في هذا الظلم من خلال محاولة منعي من العمل، ومحاولة منعي من بيع ممتلكاتي، ومنعي من ظروف الإعلام الحكومي، وإلى غيره من حملات التشويه والتجريح وإلى آخره. الحقيقة يعني أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى سينصفنا في هذا، لأننا لم نفعل شيء في حق هذا الوطن يستحق كل ما تعرضنا إليه في السنوات الأخيرة. أن هناك ذراع أمنية طويلة تمتد لكل الأحزاب في مصر تسعى لإفسادها. أعتقد أن أنا قدمت بلاغ الأسبوع الماضي في للمكتب النائب العام
يتضمن مجموعة من التقارير الأمنية الموجهة باسم أحد ضباط مباحث أمن الدولة، والمكتوبة بخط أحد القيادات اللي هو بيتكلم عليهم الأخ اللي بيقول مين رئيس الحزب ومين مش رئيسه. تقارير أمنية مكتوبة سنة 2005 ضد الحزب وتوجه للأمن، بتتحدث عن كيفية إنهاء الحزب في لحظات. هذه يعني الحقيقة صنائع وأشكال الأمن بيخلقها وبيدفع بيها وبيروج بيها في الإعلام، لكنها على أرض الواقع لا شيء. على أرض الواقع القانوني احنا معنا أحكام نهائية واجبة النفاذ. الحقيقة ان احنا المفروض نرفع قضية على رئيس لجنة شؤون الأحزاب اللي هو رئيس مجلس الشورى بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل، لكن في النهاية هو أمين عام الحزب الوطني وهو رئيس لجنة شؤون الأحزاب وهو الذي يرفع الحصانة عن نفسه باعتباره رئيس مجلس الشورى، فلن ترفع الحصانة. فنحن لدينا أسانيد قانونية مقطوع بها، يبقى في النهاية التنفيذ، لكن التنفيذ في إطار لجنة رئيسها هو رئيس أو أمين عام الحزب الوطني. المسألة طبعا محل شك، لكن الشرعية معنا والشارع معنا، والناس كلها تعلم أن حزب الغد هو الذي يمثله زعيمه الحالي اللي هو أيمن نور، رئيسه الحالي هو إيهاب الخولي، ورئيسه السابق إلى آخر مسلسل الشرعية الواضح جدا والمقطوع به. القوى التي نستند عليها هي الناس والشعب. الإصلاحيين في مصر ليس لديهم سبيل لمواجهة الأنظمة العسكرية والأنظمة الاستبدادية إلا من خلال خطط ورؤى إصلاحية تحتكم إلى صندوق الانتخابات. لسنا تيارا يؤمن بالعنف أو بمواجهة التنظيمات العسكرية بالعنف أو بغيرها من الأشكال الانقلابية. احنا بنؤمن بالسبيل الإصلاحي الديمقراطي وهو صندوق الانتخابات. نطلب من الناس ونروج لفكرة التغيير، وأنا أجوب كل محافظات مصر، وأنا أظن زرت أكثر من 20 محافظة في أقل من 7 أشهر في إطار حملة طرق الأبواب للترويج لقضية واحدة، هي قضية التغيير واستقطاب الناس واستنفارهم للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي يتم من خلال الناس. هذه القيمة هامة جدا وأهم بكثير من فكرة رئاسة الجمهورية أو الانتخابات أو الترشيح أو غيره، لأن لابد أن يتحرك الناس دفاعا عن مصالحهم. احنا لسنا ضد المدني أو العسكري، لكننا ضد المستبد أيا كان لونه أو أيا كان يرتدي كاب أو عمة أو جلباب أو أفرول أو لا يرتدي شيء. نحن ضد الاستبداد بكافة أشكاله وسنقاوم هذا الاستبداد، ونعتقد أن قضية التغيير في مصر هي السعي لأن يختار الناس بحرية كاملة من يحكمهم ومن يمثلهم اختيارا حرا مباشرا بغير تدخل من إرادة لا داخلية ولا خارجية، غير إرادة هذه الأمة وهذا الشعب الذي تعطل حقه كثيرا في اختيار من يحكمه ويريد أن يمارس هذا الحق مثله مثل كل شعوب الدنيا. يعني بداية احنا حملة طرق الأبواب دي حملة موسعة بتنقسم ل3 مراحل. المرحلة الأولى المفروض ستنتهي في يناير 2010 وهي زيارة المدن الكبرى والمحافظات. المرحلة الثانية وعمرها سنة كاملة هي زيارة المراكز والتجمعات القروية. المرحلة الثالثة وعمرها 2 سنين هي مرحلة زيارة القرى والنجوع والحواري والشوارع والبيوت وصولا إلى هدف الحملة وهو طرق أبواب بيوت المصريين للترويج لقضية التغيير، والتي مقدر أن تستمر إن شاء الله لمدة 3 سنوات قادمة وصولا لآخر أهدافها هو الوصول للناس في البيوت، وليس انتظار الناس كما كانت عادة المعارضة في الماضي تنتظر الناس أن تأتي إليها. سنذهب إلى الناس بيت بيت وشارع شارع، ونتمنى فيما يتعلق بالدعاوى القضائية لن تجبني عمرنا كي نستكمل هذه الحملة. وهناك قرارات إدارية غير مكتوبة صدرت بالإنفاق على أوجه معينة من الإنفاق في هذه القرى أو التجمعات بالمخالفة بالمنطق والعقل والقانون. هناك تصرفات خاصة بالموازنة العامة لا يجوز أن تتم من خارج مجلس الشعب. السيد جمال مبارك بينفرد بكل هذه السلطات بلا مسؤولية. لا يستطيع أحد مثلا أن يقدم استجواب للسيد جمال مبارك كنائب في البرلمان، لا يستطيع أحد أن يحاسبه عن خطأ أو حسابات غير دقيقة. هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري. نحن بلد ولسنا عزبة، ولا يجوز أبدا أن يكون هناك سلطة بغير مسؤولية. نحن سنطلب من القضاء إبطال هذه القرارات وإعادة الأمور لنصابها. سنطلب من رئيس الوزراء الذي يمتنع عن ممارسة دوره ويتركه لجمال مبارك أن يمارس دوره أو يتنحى.